ازاي نتعلم انجليش بكل سهولة. اول حاجة نحدد اهدافنا، عاوز تتعلم اللغة للسفر ولا للمذاكرة ولا لايه بالظبط. تاني حاجة تخطط للهدف قبل ما تبدأ، تعمل تو دو ليست وتكتب اليونت اللي انت هتذاكره. اهم حاجة كل يوم قبل ما نذاكر نعمل التو دو ليست، قائمة المهام، علشان نتجنب التشتت. ابدأ بتعلم أساسيات اللغة الإنجليزية، ما تبدأش أول حاجة بالقواعد. أفضل تطبيقات لتعلم اللغة الإنجليزية وهو دولينجو وزي أمريكان إنجليش وطليق، والتطبيقات بتساعدك بجانب الكورس، مش تعتمد عليهم كل الاعتماد. خامس حاجة حدد ساعتين من يومك تتعلم فيهم الإنجليش، وأول حاجة نبدأ بيها هو كورس الإنجليش، وهيكون في منصة معارف. منصة معارف هي أشهر منصة في الوطن العربي، وفيها جميع الكورسات البرمجة وتعلم اللغات وكل حاجة حرفيا. كمان فيها IT تكنولوجيا المعلومات، ومنها مايكروسوفت وورد وإكسل وباوربوينت وكل حاجة حرفيا. فيها ريادة أعمال وتسويق وجرافيك ديزاين وصحة نفسية وتنمية بشرية وهندسة وطب وأعمال يدوية وكل حاجة حرفيا. كل ما عليك انك تدخل على جوجل وتكتب منصة معارف وتنزل تحت، واول ما يجيلك دورة اسمها انجليش مجاني نخش عليها، وهتلاقي استاذ ابراهيم عادل عامل كورس الانجليش من الصفر للمبتدئين، والكورس عبارة عن 24 فيديو ومش بيكمل النصف ساعة. وانا في الكورس لازم يكون معايا كراسة وقلم، واي كلمة مش عارفاها بكتب قدامها الترجمة باللغة العربية. لو مش لقيت الترجمة باللغة العربية في الفيديو بدخل على جوجل ترانسليت وبترجمها. الموقع ده كنز وانا شخصيا بستخدمه. المميز في المنصة انك بعد ما تخلص الكورس بيديك شهادة مجانية. ولو عاوزين بارت 2 اكتبولي في الكومنت.